ياخد الكؤوس اللي بجد. عايزين نعمل دولاب كمان عشان الكؤوس والبطولات والدوريات اللي جايه. وانتوا خدوا كاس الكرامه. خدنا السوبر، خدنا السوبر، موتوا بغيظكم. خدنا السوبر، خدنا السوبر، خدنا السوبر، وخدنا السوبر. الله 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 يا اهلاويه، يا رجاله الاهلي، يا جامدين يا جامدين يا جامدين. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان في الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك عزيزي الاهلاوي. في حلقه ما نقول اي حاجه تعالوا معانا نصلي على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل سبسكرايب للقناه ولايك على الفيديو. ويلا بينا نقول كلامنا الحلو في النادي الاهلي الجميل البطل، رجاله النادي الاهلي اللي مهما قلنا مش هندوم حقهم. كانوا رجاله رغم الاجهاد الشديد اللي هم فيه، وجايين من المغرب ويروحوا مصر القاهره، وراحوا من القاهره على الامارات ومفيش تمرين والناس تعبانه والناس مرهقه. رغم كده كانوا رجاله لاعبين 4 اشواط يا جماعه، وكانوا قد الحدث ورغم الغل. وكانوا في لعيبه نادي بيراميدز منتهى الكراهيه والغل. لعيبه بتكره هجومها، مش بتكره النادي الاهلي بس، لعيبه كان باين عليها جدا ان هي كارهه النادي الاهلي ولاعيبته. كانوا عايزين ياخدوا البطوله باي وسيله كانت، عافيه فرده اي حاجه ياخدوها. لكن لعيبه النادي الاهلي كانت في الميعاد وكانت في المكان وكانوا رجاله وقد الحدث. وجماهير النادي الاهلي برفع لهم القبعه بجد. هم ابطال هذه النسخه، هم جماهير النادي الاهلي اللي كانت ماليه مدرجات استاد الامارات. بجد بمنتهى الامانه يستاهلوا النادي الاهلي ان هو يفرحهم وما يروحوش زعلانين. حرام الناس دي كانت تروح زعلانه. طبعا النادي الاهلي لعب مباراه تكتيكيه، او كولر لعب مباراه تكتيكيه ولعب بالامكانيات المتاحه حاليا اللي هو يمتلكها، وهو بيخسر كتير جدا من البدني بتاع لاعيبته. كولر خسران كتير جدا من البدني بتاع لعيبته. طبعا لسه جايين من مباراه ملحمه قويه جدا في المغرب، كنا بنلعب الرجاء البيضاوي المغربي في مباراه مهمه جدا 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 عشان نقابل بعدها الترجي ان شاء الله الجمعه الجايه باذن الله. يعني هو ده الكبير، هي دي الفرق الكبيره. الاهلي بيجي من البطوله بيشوف، يعني النهارده هنفرح، بكره هنتكلم في افريقيا، بعد كده بعد ماتشين الترجي هنتكلم في الدوري. هو ده الاهلي. فوقوا وموتوا بغيظكم. خليكم قاعدين في القناه تعيطوا وتندبوا وتقولوا ازاي الشكله دي والمسرحيه الهزليه والزمالك خد كاس الكرامه والكلام العبيط اللي انتوا عمالين قولوه. سكتوا فيه جماهيركم، يعني ارضوا طموح جماهيركم بالكلام الخايب اللي انتوا عمالين تقولوه. ده كلام ما يقولوش الا لا مؤاخذه الحريم. النادي الاهلي يستحق المباراه. اللي هيقول غير كده يبقى ما بيفهمش، او يبقى مثلا زملكاوي على طول. ما اقولش الا كده، يا زملكاوي يا ما بيفهمش في الكوره. بيراميدز عملت ايه النهارده عشان تستحق المباراه؟ النادي الاهلي يستحق المباراه بالطول وبالعرض في الملعب. كوره واسماء ومجهود وتعب ومدرب ومدير فني واداره، كل حاجه وجماهير قبل كل ده يستحقوا المباراه بامانه. هتقول لي بيراميدز ضيع، هقول لك الاهلي برضه ضيع اكتر من بيراميدز. هتقولي ده ضربة جزاء، هقول لك لا، كان في ضربة جزاء تانية لحسين الشحات، كل الدنيا قالت كده. هتقولي التحكيم ظالم، هقول لك لا، التحكيم ظلم الاهلي اكتر، لان كان في علي جبر المفروض يتطرد. هتقولي الانذار الاولاني كان بعديه على طول انذار لما حاش الكرة بايده وكبر جسمه والكرة كانت مش شاطه في حلق الجول. والقانون اللي بيقول كده، يعني مش انا اللي بقول، ده التحكيم كله في جميع الفضائيات قالت ان علي جبر المفروض يتطرد في منتصف الشوط الاول. هل ده ما كانش هيأثر على النتيجة؟